السلام عليكم. هذه الحلقة 26 عن رمضان الحقيقي الذي ضاع منذ زمان. كما قلنا نحن على أبواب رمضان، وهو شهر ثابت لا يدور في ليالي الطوال في فصل الشتاء من 6 ديسمبر إلى غاية 4 جانفي. تكلمنا في الحلقة السابقة عن نبي الله ليلة القدر التي عاشها نبي الله موسى، وليلة القدر التي عاشها نبي الله عيسى بعدما اختاره نبيا وهو رضيع تحمله مريم، وتكلم بالوحي وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، اختاره نبي، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أول شيء يفرض عليهم الصلاة في ليلة القدر. سورة الدخان تبين بأن هذه الوقائع تقع في ليلة القدر. قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منذرين فيها، في هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. أمرا من عندنا إذن توقع فيها أمور حكيمة وعظيمة كاختيار الأنبياء ونزول الوحي عليهم وفرض الصلاة. إذن فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين، يصل فيها الأنبياء. انتظرونا لتوضيح أكثر. السلام عليكم.